السلام عليكم. النهارده هنعمل حواوشي اسكندراني وش بيتزا او عيش باللحمه، وهيطلع معانا قمر بالشكل ده. شايفين؟ جامد قوي. شجعوني باحلى لايك ويلا نسمي بسم الله. معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات، اكون نخلاه كويس. هضيف عليه معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، كيس خميره فوريه صغير. لو مش متاكده من الصلاحيه بتاعته، من تاريخ الصلاحيه، هختبره في نص كوبايه ميه دافيه مع معلقه سكر واسيبه لحد ما يتفاعل مع بعض. هضيف عليهم علبة من الزبادي صغيرة. الزبادي بيديه طراوه، بيديه طعم حلو قوي للعيش. لو ما عنديش زبادي ممكن معلقتين لبن بودرة او كوباية لبن حليب اعجن بيه مع المية. هضيف 3 معالق زيت كبار، اي زيت موجود عندي، واخلط كده مع بعض. وهعجن بمية دافية، بس هحطها بالتدريج مش مرة واحدة. هحط كده المية واخلط كده بالراحة. هفضل اعجن في العجينة كده لمدة 10 دقايق. لازم اعجنها كويس قوي لحد ما تبقى معايا عجينة متماسكة، مش بتلزق في ايدي، طرية، ملمسها ناعم بالشكل ده. لازم اعجنها 10 دقايق كويس قوي، تبقى معايا ملساء وناعمة. وبصوا طرية ازاي. هكون دهن البولة زيت، هرجعها تاني في البولة وهدهنها على الوش كده طبقة زيت بسيطة، وهغطيها واسيبها تخمر. وبعد ساعة الكمية بتاعتها تضاعفت وخمرت معايا، بقت بالشكل ده. هطلع منها الهواء. بصوا هشة وطرية معايا ازاي. لازم العجينة تبقى معايا طرية وبتمط كده، ما تبقاش بتقطع مني، لازم تبقى بتمط كده. بصوا العرق بتاع العجينة عملت عرق ازاي. هقسمها 4. انا هعمل رغيفين كبار حجم عائلي. هعمل صينية مقاس 30 وصينية مقاس 28. الصينيتين الكبار دول بيقضوا 5 افراد. طبعا لو عايزة تعملي تصغري الرغيف وتعملي الكمية اللي انت عايزاها، اعملي اللي انت عايزاه. حابة تعملي رغيفين كبار زي كده اعمليهم، حابة تعملي تصغري الحجم صغري زي ما تحبي. هكورها بالشكل ده. وهغطيها واسيبها ربع ساعة ترتاح. معايا نص كيلو من اللحمة، بكون فرمة معاها حتة صغيرة من اللية او الدهنة. وهضيف عليها معلقة بصلتين كبار مفرومين فرم ناعم، وربطة بقدونس، وقرنين فلفل احمر واخضر حراق، وممكن احط فلفل الوان، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة من جوز الطيب بيدي طعم حلو قوي للحواوشي، معلقة من بهارات الحواوشي. واخلط بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. طبعا الحواوشي الاسكندراني بيبقى طعمه تحفة، وبيبقى ليه مذاق مميز كده والاطفال والكبار بيحبوه. اكلة سريعة وسهلة، ما بتاخدش وقت معانا. ممكن نعملها نقطعها ونحطها في علبة ناخدها معانا البحر. ممكن نتغدى منها، نتعشى منها. جربوا تعملوها حتى لو بنص كيلو دقيق، هتعجبكم قوي. حاجن كويس قوي كده اللحمة مع البصل مع البقدونس مع التوابل. الخطوة دي بتخليه يبقى متماسك مع بعضه كده، وما يعملش ما يتكتلش في العيش اثناء التسوية. وهقطعها على كورتين على قد الرغيفين اللي انا هعمله. طبعا لو هتعملي اكتر من رغيفين بتقطعي حسب عدد العيش اللي انت عاملاه. هرش رشة بسيطة من الدقيق، وهفرد العيش كده بالشكل ده.
طبعا العجينة معايا سهلة، بتتفرد بكل سهولة وطرية. لو العجينة بترجع معايا تاني ما بتتفردش معايا، والاقيها بترجع تاني زي ما كانت، يبقى عايزة ترتاح. لازم اغطيها واسيبها ترتاح تاني عشان تبقى لينة معايا وسهلة في الفرد بالشكل ده. جربوا تعملوا كل حاجة في البيت، المخبوزات، الفطاير، الحلويات، تعملوا المربى، تعملوا المخللات. حاولوا تدبروا وتوفروا شوية في البيت كده، الحاجة بتبقى لها طعم حلو قوي واحسن من بره بكتير. فردت اول واحد، هفرد التاني. انا مش عايزه افرده، اخليه الطبقه بتاعته تبقى رفيعه قوي يتحرق مني اثناء تسويه ويطلع ناشف معايا. لا، بسيب فيه يعني حاجه بسيطه كده، بسيبه يعني زي نص صوبع كده، نص عقله الصوبع. هفرد اللحمه كده، لازم افردها كويس قوي عشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، تبقى بسوا واحد. بس مش بطلعها على الحرف، لاني بسيب الحرف دوت فاضي عشان بلزقه مع الرغيف التاني. لو طلعت اللحمة للحرف بيتفتح مني الرغيفين أثناء التسوية واللحمة بتتحرق مني. هحط الرغيف التاني عليه واظبطه، وهقفلهم بقى مع بعض كده. انا هقفله زي الفران بالظبط ما بيعمل. الاتنين مع بعض كده بمسكهم مع بعض وبقفلهم جامد على فوق كده بالشكل ده. يعني طبعا ممكن تعمليها بالشوكة، بتدي شكل حلو قوي وما بتتفتحش، بتقفل معايا بكل سهولة. سهل قوي، لازم تجربوه. يا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك. هضغط عليها كده، اقفل بايدي كده، اضغط عليه. اكون دهنه الصينيه زيت بسيط، احطه في الصينيه وهخرمه بالشوكه كده عشان ما يتنفخش مني في الفرن وما يتفتحش مني بقى اثناء التسويه. لازم اخرمه كده بالشوكه. هحط جبنه موتزاريلا، انا جايبه ربع جبنه موتزاريلا. لو عايزين تزودوا اكتر ممكن تزودوا زي ما تحبوا. الحواوشي ده وش بيتزا، بحط عليه بقى، ممكن احط له طبقه كاتشب او صلصه واحط عليها الموتزاريلا. الطماطم ببقى مطلعه منها البذر عشان ما تنزلش ميه وتبوظ لي العجين. ممكن احط فلفل الوان، ممكن احط زيتون شرائح. لو مش حابه تحطي جبن ولا تحطي اي حاجه، ممكن تدهنيه ببيضه ومعلقتين لبن ومعلقه خل، تدهني الوش وترشي عليه سمسم او حبه البركه. هعمل الرغيف التاني. هفرد كده العجين. سهل قوي، لازم تجربوه. وهفرد الرغيف التاني. وافرد اللحمه كلها سوا واحد. واحط الرغيف التاني واقفل على طول. اول ما بخلصها بدخلها الفرن على طول. بكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 200. لو ما عنديش تايمر في البوتاجاز بعلي الفرن البوتاجاز على الاخر، النار لازم تبقى عاليه. بحطها على الشبكه اللي في النص. اول ما بتاخد لون من تحت بشغل الشوايه تاخد لون من فوق. وطبعا بياخد معايا تلت ساعه في الفرن. احطه في الصينيه واخرمه بالشوكه. واحط بقى ايه، عندي جبنه تركي قطعت شويه كده. لو عندك جبنه شيدر الجبنه التركي بيخلي طعمه حلو قوي. ممكن تحطي جبنه شيدر، اي جبن عندك ممكن تحطيها. واحط رشه من جبنه الموتزاريلا. واحط طماطم. واحط فلفل حراق كده على الوش.
كده خلصناها، شكلها قمر قبل ما ندخلها البوتاجاز. وكده طلعناها. بصوا التسوية بتاعتها عاملة ازاي، ولا ريحتها جامدة قوي. بصوا الشكل تحفة. يلا نقطعها بقى. بقطعها بكل سهولة، مش لازقة مني في الصينية ولا بتتفرفت وانا بقطعها. تقطع معايا القطع بتاعتها سليمة وطرية وهشة. بصوا عاملة ازاي، بصوا التسوية بتاعتها عاملة ازاي، واللحمة مفرودة جواها، والريحة. بصوا العجينة بتاعتها عاملة ازاي، هشة، والطعم بقى تحفة جامدة قوي. باي باي.